السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. النهاردة بقى جاي لكم بفيديو جديد، ومفروض ان هو كده اخر فيديو قبل السفر. تمام، عملت لكم جزء في الاول الفيديو اللي فات، وده بقى الجزء التاني. بصوا النهاردة عملت حاجات كتيرة قوي. كان حاجات كتير قوي ورايا. كان لازم الحاجات دي تتعمل قبل ما اسافر. ما ينفعش ان انا امشي واسيب البيت كده، يعني لازم اخلي كل حاجة يعني 100 علشان لو افرضوا ان انا طلعت سافرت او مشيت او رحت نزلت هنا ولا هنا ومت، يجوا بقى يشوفوا شقته يلاقوها مش نضيفة. يقولوا عليا ايه؟ بصوا بقى النهارده كان طبعا انا عملت معاكم الغسيل الفيديو اللي فات، فصحيت بقى تاني يوم كده لميت الغسيل. وانا بلم الغسيل جم بتوع النت كانوا بيركبوا لنا الاسلاك بتاعت حياة كريمة، اللي هي الاسلاك الفايبر دي. فعطلوني شوية. تمام، يعني خلوني ايه وكمان يعني اللي انا عملته نص اللي انا عملته مصورتوش يعتبر. بص بقى، انا كنت ايه لميت الغسيل وبعدين وقفت لحد ما هم خلصوا وبعدين ايه كملت. هنا كنت انا بص، انا قبل ما اسافر لازم اعمل لمحمود اكل، لازم اجهز له حاجات سريعه كده ياكلها علشان ما يضطرش يجيب اكل من بره. لما بياكل من بره كذا يوم يعني بيتعب، معدته بتتعبه. فقبل ما بمشي لازم اعمل له ايه، اجهز له اكل سريع كده. فالنهارده قلت هعمل له بانيه، بتبل له البانيه وبعمله له بالفيجيتار وكل حاجه، بجهزه له على القلي. بيطلع البانيه كده من الفريزر يحطه في الزيت على طول وياكل. تمام، قلت له اعمل لك مكرونه، قال لي لا مش عايز مكرونه، مش عايز اي حاجه ان هو يقعد يسخن يعني وكده، لا هو انا هحمر البانيه وهاكل بانيه بالعيش بس. فقلت له خلاص ماشي. عملت له ايه البانيه ده تبلته له، بتبله ببصل كده، بحط توابل فراخ وقرفه وجوز الطيب زي ما انتوا شفتوا وفلفل اسمر طبعا، ودي صويا صوص وطبعا ملح وبس كده. توابل فراخ، انا قلت توابل فراخ مش فاكره قلت ولا لا، المهم تبلتها وسبتها بقى ايه على ما خلصت كل اللي ورايا. وفي اخر اليوم بقى خالص رحت ايه عملتها بالفيجيتار وجهزتها له 100 هتشوفوا معايا دلوقتي. كل مرة ايه بعمله مثلا لو هسلق فراخ او يعني هعمل له حاجة مسلوقة بسلق، وهو بيبقى ايه يعني، لان طبعا الحاجة ديت مش هينفع ان هي تتحمر واسيبها متحمرة، فبسيبها له في الشوربة كده. هو بيطلعها من الشوربة يحطها في الزيت برضو ويحمرها، وبعد كده ايه يسخن بقى شوية رز وشوية طبيخ او كده وياكل. فهو ما كانش حابب كده المرة دي، قال لي لا اعملي لي حاجه سريعه، انا مش عايز طبيخ، مش عايز ايه يعني وش كتير، لان هو دلوقتي بيجي متاخر يعني من الشغل، فبيبقى عايز اي حاجه سريعه ياكلها على طول. تمام، برضو ايه قال ممكن في يوم كده اجيب علبه تونه، يعني يفتح علبه تونه وياكل تونه بس كده يعني. بصراحه بيقضي نفسه وما بيشيلنيش همه. انا بحاول بقى على قد ما اقدر ان انا اعمل اللي عليا، فاهمين، ان انا ما تعبوش زي ما هو بيفكر ان هو او بيبقى عايز ان هو برضو ما يتعبنيش، وما بيبقاش عايزني ان انا اشيل همه وانا بره البيت. فبيقول لي ايه دايما يقول لي ما تتعبيش نفسك، انا هصرف نفسي كده. انا بعمل اللي عليا، وهو برضو ايه يعني لو الاكل اللي انا عملته اثر او كده بيصرف نفسه، ممكن ياكل تونه، ممكن يعمل بيض كده يعني، بياكل اي حاجه بصراحه. ربنا يكرمه يا رب. فانا جهزت البانيه تبلته زي ما انتوا شفتوا كده، وكان عندي شويه مواعين كده غسلتهم، كان قبلها بيوم كنا شاويين كفته، فدي السياخ اللي احنا كنا شاويين فيها. ما كنتش عملت حاجه بالليل يعني، دي المواعين بتاعت امبارح، انتوا فاهمين، لان انا زي ما قلت لكم كان اليوم بتاع الغسيل بياخد معايا اليوم كله. طبعا زي ما انتوا شفتوا الفيديو اللي فات يعني. فما عملتش اي حاجه بصراحه تاني غير الغسيل بس، غير ان انا غسلت ونشرت الغسيل. ف بس يا مازن. فقمت بقى النهارده ايه لميت الغسيل وغسلت بقى المواعين بتاعت امبارح علشان يبقى الدنيا رايقه كده. وغسلت برضو البوتاجاز بس مصورتوش، احنا طبعا ايه غسلنا كده على طول مع بعض. مش عارفه هكون صورته في الفيديو ولا لا، بس هنشوف. انا نسيت اصلا عامله المونتاج بتاع الفيديو ده، يعني مجهزاه على الفويس اوفر بقاله كتير، فانا نسيت انا مصوره ايه او مش مصوره ايه.
فبفتكر كده وانا معاكم. بص انا حاسه ان انا عندي زهايمر، كل شويه اغسل الحوض وافتكر ان في حاجه تانية عايزه تتغسل اروح جايباها غسلها. فمش عارفه في ايه اللي ناقص في دماغي اعمل لي الزهايمر ده، مش عارفه. فكل شويه ابص الاقي لا ده لسه في حاجه تانية اهو شوفوا كل شويه الاقي لا لسه في حاجه تانية هتتغسل. كان عندي بصراحه حاجات كتير عايزه تتغسل. بس يا جماعه فطبعا بقول لكم ما صورتش معاكم البوتاجاز، احنا غاسلينه كتير مع بعض وايه عارفين انتوا ان انا على طول اغسل مواعين ومعاها على طول البوتاجاز على طول، فما صورتوش بصراحه يعني. بس المطبخ كان نضيف، ما كانش يعني مستاهل اي حاجه. انا يا دوبك ان انا روقته بس كده من سريع سريع، ومليت له الازايز علشان لما بقعد كتير بره البيت يعني كذا يوم باجي بلاقي الميه بتنزل من الحنفيه لونها اصفر، فانا بملى الازايز على قد ما اقدر عشان كمان لما انا اجي ارجع يعني البيت الاقي ان في ميه نشرب منها لمده يوم او 2 على بال ما احنا بقى ما نستخدم الميه وكده وتنزل لنا ان هي نضيفه نقدر ان احنا نشرب منها. بس فدي كده ده كده الغسيل اللي انا لميته من البلكونه دي اللي هي الملايات والدفايات والبطانيه وكده. فطلعتهم قلت ايه هوديهم الاوضه التانية وابقى اطبقهم لما اخلص. بقى قاعده كده بقى ايه خلاص خلصت اللي ورايا بقعد بقى اطبق بقى الغسيل كله. بس فهنا بقى بفرش السرير. طبعا انتوا شفتوا معايا الفيديو اللي فات انا فرشت المرتبه اختي دي اللي هي انا حطاها في اوضه النوم، واخده مرتبه من الاتنين بتوع الاطفال حطاها في اوضه النوم، فبفرش نفس الملايه اللي بفرشها جوه بفرشها هنا. السرير التاني بقى طبعا يعني محطوط على الملل، فانا حاطه عليه بطانيه علشان بس التراب ما يبقاش فيه تراب كتير يتراكم تحت السرير وكده، فحاطه البطانيه ان هي تحمي تحتيها يعني الى حد ما يعني. فانا ما شلتش البطانيه دي عشان انفضها، سلفتي كانت غاسله فما ينفعش ان انا انفض عليها، فسبتها زي ما هي. قلت مش مشكله مش لازم انا انفضها المره دي يعني كده كده محدش بينام في الاوضه دي اصلا ولا حد بيروح ناحيتها، فما رضيتش بصراحه اشيل البطانيه سبتها علشان ما بهدلهاش الغسيل بتاعها يعني. بس انا غسلت امبارح هي غسلت النهارده، فانا لميت الغسيل ولقيتها هي بتنشر بقى، فما ينفعش ان انا ايه ابهدل لها الدنيا يعني. بس فسبت البطانيه قلت لا مره تانية ابقى انفضها، كده كده الولاد ما بيروحوش ناحيتها يعني ولا حد بيروح ناحيتها خالص. بس في الصاله بقى زي ما قلت لكم بتوع النت لما جم خرموا بالشنيور ولا بالهيلتي مش عارفه، فبهدلوا الدنيا في الصاله. مش عارفه اصلا حطيت لكم الاجزاء دي ولا لا. كنت انا بقى نظفت الصاله ومسحتها وعملت معاها الاوضه دي كمان الارض يعني تمام. ادي البطانيه هي اللي انا ما رضيتش انفضها المره دي، قلت مش مشكله بقى اخليها كده. فاهو انا كنت منضفه الارض ومع الارض بتاعت الصاله تمام يعني. انا ده ما صورتوش بس هوريكم بقى الصاله اهي. انا شلت السجاده دي يعتبر لحد الركنه كده لميتها كده على بعضها وعملت الصاله كلها، بس ما صورتش لان ايه ما كانش عندي وقت ان انا اصورها يعني بصراحه. فنضفت الصاله بقى كلها كده ونضفت معاها الاوضه بتاعت الاطفال. بس جبت لكم بقى وانا بفرش بس السرير وخلاص كده يبقى كده كل الجزء بتاع الشقه ده كله اللي بره خلص. جيت بقى عشان اجهز البانيه المحمود. بحط بقى معاه بيضه كده بدل ما اقعد بقى ايه اضرب البيض لوحده واحط البانيه في البيض وبعد كده في الفيجيتار. لا انا بحط البيضه هي بيضه واحده على البانيه نفسه عشان مش عايزه يتبقى خليط من البيض. فاهمين؟ على فكره الفيجيتار بتاع مايوي ده جميل قوي بستخدمش اللي هو يعني. ومؤخرا بقوا عاملينه خشن كده وفيه حبيبات بيبقى كريسبي طعمه تحفه. المهم كان الاول ناعم قوي يعني دلوقتي بقى فيه قطع كده كريسبي بقت بصراحه مخليه جودته حلوه يعني. بس بصوا بقى بتبل البانيه كده وبحط كل قطعه بعيده عن التانية. بحط تحت خالص في الطبق من تحت كيس من بتاع السندوتشات ده، بفتحه وبفتح الكيس نصين واحط البانيه وبعد كده بحط باقي الكيس وارص تاني من فوقيه. لو في بانيه تاني كنت انا جايبه كيس تاني على اساس ان انا افتحه برضو واعمل طبقات كده. فاهمين؟ لازم افصل بين الطبقات بتاعه البانيه بكيس علشان انه ما يمسكش في بعضه يبقى سهل عليه ان هو يطلع القطعه ويحطها في الزيت على طول.
بس كده. هخلص بقى الكمية كلها، هي يعني بسم الله ما شاء الله هتكفيه، يعني هتكفيه الايام اللي انا مش هبقى موجودة فيها في البيت ان شاء الله، يعني مش هيحتاج ان هو يجيب حاجة من بره. بس فخلصتها كده وقلت له احمر لك مكرونة او اعمل لك مكرونة بصلصة اللي هي الصغيرة دي. قال لي لا مش عايز اي حاجة، انا هو اللي هاكل البانيه بالعيش بس، هجيب عيش صابح كل يوم وانا جاي واكل بيه في البانيه، مش يعني مش عايز يسخن اكل يعني. ف كده خلصت وتبلت له البانيه. بصوا بقى بروح مقفلاه بكيس ستريتش، وبروح حاطه في الاخر بعد ما بقفله بالاسترتش بحطه في شنطه بلاستيك علشان اضمن ان هي متقفله خالص، علشان ما يوصلوش هوا من الفريزر. الهوا من الفريزر بيخليه ينشف ومبيبقاش حلو كده. النهارده الفيديو بتاع النهارده خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناه لو اول مره تشوفوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.